برج السرطان، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مريم معاكم من قناه مريم سكاي. والنهارده ان شاء الله معايا طاروتك هيكون باذن الله من 15 حتى 21 من شهر يناير. طيب طبعا انا كان لازم انزل لكم ابراجكم امبارح، بس والله كان عندي برد جامد، ولكن الحمد لله اهو مضاد حيوي بقى شغال. طيب ان شاء الله باذن الله نبدا كده، نبدا بالماضي، نشوف كده طاقة الماضي كان فيها ايه. نايت اوف وانز. النايت اوف وانز كأن في حد بوشين هنا. طيب تعالى كده، مين ده؟ انت ولا الشخص اللي بتتعامل وياه؟ النايت اوف وانز، النايت اوف سورز، والتري فان. لا، الشخص اللي انت كنت بتتعامل معاه ولسه ممكن تكون بتتعامل معاه. اعتقد انه مش حكايه بقى ان هو لابس ماسك، لا، هو هنا كأن كل واحد فيكم عايز حاجة غير التاني، او كأن عندكم ما عندكوش نفس الهدف في العلاقة. انتوا الاتنين عاوزين العلاقة، بس مش انتوا الاتنين عندكم نفس الهدف، حاجة كده يعني. وهنا هو كان مستني، او انت كنت، اعتقد دي طاقة مشتركة، انتوا الاتنين كنتوا مستنيين تشوفوا ايه اللي ممكن يحصل آم، بينكم. طيب تعالى كده ندخل على طاقة بتاعة القراءة اهي. الايت اوف وانز، هنا انت بتقول لي عاوز احاول، بس طريق تقيل او حاجه زي كده، او اشعر بتقل. طيب تعالى نشوف كده، هناخد كارتين. الامبرور والبيج اوف كوينز. انا مش شايفاك بتحاول لوحدك، انا شايفه في حد معاك هو كمان عاوز يحاول. يعني مش انت بس هنا اللي بتحاول، لا، هذا الشخص برضو عاوز. اذا انتوا الاتنين عايزين نفس الشيء، بس فيه اهداف مختلفة ما بينكم انتوا الاتنين، مش انتوا الاتنين يعني. انتوا الاتنين عايزين، بس الهدف مش واحد عندكم انتوا الاتنين. ده اللي موجود بالظبط، ده اللي انا بحاول افهمه، وفعلا فهمته من الكروت، ده اللي الكروت بتقوله. طيب تعالى كده اخد لك كارت من الملايكة. clear cancel and release. طيب حاول انك تصفي ذهنك، حاول انك تهدى كده للطريق اللي انت عاوز تمشي فيه او تكمل فيه. انا معرفش انت عاوز ايه دلوقتي، بس حاساك محتار، حاساك محتار، مش عارف تمشي ولا تقعد، مش عارف انت عاوز ايه، او مش عارف المفروض تعمل ايه. انت ممكن تكون عارف انت عاوز ايه، بس مش عارف المفروض تعمل ايه مع هذا الشخص يعني. طيب تعالى كده ناخد كارت من هنا، من حد ليك طبعا، حط حد في بالك. طب هنا هذا الشخص بيقول لك انه you hurt me. you hurt me بيقول لك ان كل شيء حصل بينكم يعني جرحه. طيب تعالى كده نشوف 5 كروت طاقة بقى. طبعا طاقة الشخص الآخر أو الأشخاص اللي انتوا بتتعاملوا معاهم. برضو في تقل 7 of wands، تشعر بتقل هنا برضو انت. طيب هنا في ايه؟ برضو تقل 9 of wands، 3 of cups، ال 6 of wands، 10 of queen، والتور. انت عاوز حاجة وهو عاوز حاجة تانية، ده اللي انا شايفاه. هو عاوز طاقة، انا شايفه طاقة حلوة جدا، فيها متعة، استمتاع، خروج، ممكن خروجات مثلا بتتعشوا سوا، تفطروا سوا، وتشربوا مع بعض قهوة، حاجة كده. ولكن مش ده اللي انت عايزه، انت عاوز حاجة تانية. اوكي كده بدأت افهم ليه الطاقة حلوة. واحدة، انتوا الاتنين عاوزين نفس الشيء،
او انتوا الاتنين عاوزين العلاقة بس كل واحد فيكم بشكل. طيب تعالى كده ناخد كارت تاني لطاقتك. هانجت مين. فجأة واحدة لقيت الدنيا بتقف في العلاقة. ماشي. الناين اوف كابس، التري اوف سورد، التو اوف كابس، الفول، والتمبرنس. بالفعل انت فجأة واحدة لقيت انه ربما هذا الشخص مش ماشي معاك على نفس الخط، وحسيت ان اللحظة ديت الطريقة اللي هو مش ماشي بيها معاك على نفس الخط، شعرت ان دوت اهانة ليك، او اهانة للعلاقة عموما. يعني ازاي احنا عاوزين علاقة تمشي بالشكل دوت وهو عاوزها تمشي بالشكل ده؟ هل هو عايز بس يستمتع ويخرج وكده؟ انت لاحظت حاجة زي كده، او خفت ان فعلا ده اللي هو يكون عايزه؟ انت عاوز استقرار، ده انت اعتقد ما لقيتوش هنا، وبالتالي اتضايقت شوية. طيب تعالى كده ندخل على الكارت التالت، الكوين اوف كوين. بدأت بقى، ايوه، بدأت تفكر بعقلك. الايس اوف وان لسه مكمل انت، بمعنى انت ما طلعتش من العلاقة ولا حاجة، انت عايز تشوف اخر الشخص ده. الفايف اوف كوين، الكينج اوف كاب، الفور اوف كاب، والشاريو. طيب هنا انا حاسة انك هتديله فرصة وعاوز تحاول، وفي الماضي كنت بتحاول ولسه برضو عاوز تحاول تاني، يعني لسه عندك اللي تديه، على شرط انك تعرف العلاقة رايحة فين. وهنا في حب، في مشاعر في قلب هذا الشخص، وكمان عنده احساس ببدء من جديد وياك. لكن دلوقتي مش عارفة ليه حساك بدأت تقولي انا دلوقتي بدأت احط العلاقة في الجانب العقلاني، او حابب دلوقتي ان افكر بعقلي في العلاقة. كارت الرابع هنا كينج اوف وان، ده نازل اهو. الفور اوف سورد استشفاء، ايت اوف سورد. ماشي. الديفل بيقول انه زعلان منك. الكينج اوف كوين والنايت اوف كابس بيقول انه زعلان، او بيقول انه متضايق من رد فعلك او من موقفك. انا معرفش انهي موقف اتخذته، مع اني هنا شايفاك عاوز تحاول. ربما الشخص دوت بدأ يشعر بانك آه آه مش حاضر بقلبك، يعني ممكن يكون بدأ يشعر انك حاضر بعقلك بس، ودوت بدأ يخليه مهزوز شوية، مع انه فاتح قلبه. بس هنا يقول لي ايه؟ لا انا مش هفتح قلبي كله، وهفكر بعقلي كمان زي ما السرطان بيعمل. طيب تعالوا كده نشوف الكارت الرابع، وده الرابع صح؟ الايس روت. لا لسه مكملين انتوا، لسه انت عايز تحاول. النايت اوف كوين، الهيرميت، السيفن اوف كوين، التري اوف كوين، والقمر. لا انت لسه عاوز تحاول ويا هذا الشخص، مع اني شايفه هنا كان في بعض المشاكل بينكم. بهذا السبب انت عاوز استقرار، انت عايز تعرف العلاقه رايحه فين. هو احنا هنفضل واقفين كده ولا ايه في العلاقه؟ لا لازم نمشي، لازم نبدا نتحرك، العلاقه ديت لازم تروح في حته. تعالى كده ندخل على الكارت الخامس، الويل اوف فورتشن، التين اوف كاب. من اول كارتين في كارتك الخامس، اللي مضايقك ان شكل العلاقه حلو، فانت عاوزها تكمل بالشكل الحلو دوت. بس يا ريت تكمل بالشكل الحلو ده على طريق الاستقرار، ده اللي انت عايزه. هنا في الامبرس، تن اوف كاب، الامبرس، الفايف اوف سوردز، الهيروفانس، والهاي بريست. وده اللي انت عاوز تحاول فيه. يعني انت دلوقتي الشيء اللي انت مستعد انك تكمل علشانه وتحاول فيه ان العلاقة تمشي بالشكل اللي انت كنت متخيله، وهو ان هي يكون فيها استقرار، ان هي تمشي في طريق صح، انك ما تحسش انك بتبني لوحدك. ده اللي انت عايزه، انت عاوز طاقة فيها بناء، ده اللي انت محتاجه، ده اللي انت عايزه. انا عارفة كده، واعتقد ان هذا الشخص عارف كده. بس في اختلاف هنا، في اختلافات في الطريقة اللي انتوا الاتنين عاوزين العلاقة تمشي بيها. شخص عاوز استقرار، التاني عاوز يلعب شوية، وهكذا. هي دي المشكلة.
مش جاي بقى يلعب شويه ان هو داخل يلعب معاك في العلاقه، لا ما اقصدش كده. اقصد عاوز انه يستمتع. شايف انه العلاقه بالشكل دوت ما فيهاش مشاكل كتير، او حاجه زي كده. ده اللي انت عاوز تغيره. يعني اشعر هنا وكأن هي الطاقة ديت اللي انت مش عاوزها. عاوز يكون في طاقة جدية. انت عاوز جدية في العلاقة، مش عاوز الشكل اللي العلاقة عليه دلوقتي، وده حقك. اعتقد هو ده السبب اللي انت اتضايقت بسببه يعني. بس برضو لان العلاقة كان شكلها حلو في وقت من الاوقات، وربما دلوقتي كمان لسه شكلها يعني ممكن يجي منها. فدوت اللي انت عاوز تحاول فيه، يعني ده اللي انت بتقولي فيه دلوقتي. عشان كده انا عايزه احاول، لان العلاقه ديت في وقت من الاوقات كان شكلها حلو ولسه شكلها كويس، او ممكن يجي منها. يعني ده اللي انت بتقوله لي بقى دلوقتي، انه العلاقه ديت ممكن يجي منها شيء حلو يعني. انا برضو شايفه كده، شايفه ان العلاقه ديت ممكن يجي منها شيء كويس. لو انتوا الاتنين كان عندكم نفس الهدف. طيب، مش عارفه الحياه هتعمل ايه، بس انا شايفاك انك لسه عاوز تحاول، يعني لسه عندك طاقه عاوز تحاول فيها. تعالى كده اخد لك كارتين من الانجل اوركل مخصوص عشانك، عشان القراءه ممكن يكون ناقصها دقيقه ولا حاجه، عشان البطاريه خلصت بتاعت ال- اللابتوب. فانا خايفه الفيديو يتقطع. ماشي، هنا سيلف اكسبتنس، تقبل الذات وتقبل النفس. ده طبعا مطلوب مننا كلنا. و strength and guidance، يعني انت عندك القوة كلها، وكمان معاك ارشاد في الطريق هنا يرشدك. وتعالى بقى خد لك كارتين، خد لك 3 كروت من هنا. يلا حط بالك كده على حد. جاز لايت. الجاز لايت هو الشخص الحقيقة اللي يعني هتبص تلاقيه آه، آم، لحظة يحسسك انه بريء، وانه ما عملش الشيء اللي انت متأكد ان هو عمله، ويحسسك كده بانك ايه ده، هو اللي انا كنت بحسبه ان هو عمله مش صح. يبقى هو يعني فاهمني في الحتة ديت. بيحاول انه يكذبك علشان تصدقه. طيب تعالى كده ناخد كارت كمان، كارتين كمان صح. مش شخص طبعا اللي انت هتحطه في بالك. جوستد بيقولك انه محتاج بعض الوقت عشان يصفي ذهنه. كارت كمان هنا بيقولك you are perfection، يعني بيقولك انك يعني بالنسبة له كامل، وهو يشعر معاك بكده. وطبعا بشكر سرطان جدا. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. بيس ساينينج.